طبعا قاعده في الساحل وزي اي مواطنه تتصوري عادي، وهم بياخدوا الصور ويقعدوا بقى هي دي كرم. مش الفستان المثير والضجه يعني مش عارفه. لا هو انا اساسا كنت، والله انا كنت في الساحل كمان بصور حاجات تبع قناه اون تي في، كنت بغطي مهرجان العالم عالمين، فكنت طالعه الساحل يعني بمشن، يعني مش طالعه بس انبسط، وده مش عيب على فكره. لا ومش عيب، ولو طالعه الساحل انبسط، بس الحقيقه ان انا طلوعي الساحل كان في الاساس عشان اصور حاجات ليها علاقه بالعالم عالمين بالمهرجان. دي بقى الفتره الجايه بقى على مستوى الدراما والسينما، سيبك من الترندات اللي هي ما شاء الله الله يعني الناس كتيره. انا شغلي انا فنانه في الاول وفي الاخر. انا دلوقتي بصور مسلسل وتر حساس، بطولة سبا مبارك وإنجي المقدم ومجموعة كبيرة، إخراج أستاذ وائل فرج، وإن شاء الله هينزل في أكتوبر. مسلسل 45 حلقة جميل جدا جدا. ليكي سيري الجدل برضه؟ لا مش هسير والله الجدل خالص، هو المسلسل كله هيصير الجدل، دي حقيقة. لا والله ده أنا غلبانة. أنا غلبانة والله. رأيك كيف النهضة السعودية اللي احنا شايفينها الفترة دي؟ حاجة جميلة جدا، يعني احنا البلاد العربية بنقوى ببعض، يعني كل ما يبقى عندنا فن واحترام للفن ونهضة وتطور وتقدم نبقى قوة واحدة قوية، يعني القوة بتعم علينا كلنا. يعني أنا شايفة إنه لا بالعكس، ليه؟ دي حاجة رائعة.